مرحبا. اليوم بغينا نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، هو المتعلق بالجاليه المقيمه بالخارج، يعني المغاربه ديالنا اللي مقيمين بالخارج، والدور ديالهم في التنميه ديال المغرب. لان كاين اللي كيعتبرهم غير كيصدعوه في الصيف، وكاين اللي كيعتبرهم بانهم ما عندهمش ارتباط بالمغرب، وعندهم ثقافه اخرى، وعندهم واحد بزاف ديال الاقاويل وديال الاشياء اللي كتقال على مغاربه العالم، خاصه في الصيف واثناء العطله. غير باش نوضحوا مزيان الدور ديال مغاربه العالم فيما يتعلق بالتنميه داخل المغرب، اللي خصنا نعرفه هو ان المساهمه ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج هي واحد المساهمه، ماشي مساهمه اللي هي رمزيه، او لا مساهمه اللي هي سهله. هي مساهمه اللي هي مساهمه كبيره جدا في الاقتصاد الوطني وفي التنميه ككل. المغاربه المقيمين في الخارج اولا تيصيفطوا التحويلات ديالهم 115 مليار ديال الدرهم بشكل سنوي، و115 مليار اللي كتزاد عام على عام. بحال مثلا في سنه 2023 كانت عندنا 115 مليار ديال الدرهم. المؤشرات ديال هذا العام كتقول بان غنوصلوا تقريبا لواحد 120 مليار ديال الدرهم في هذا العام كتحويلات ديال المغاربه المقيمين بالخارج. هي 12 مليار ديال الدولار. باش نفهموا مزيان هذا الرقم ديال 12 مليار ديال الدولار اللي كيصيفطوه هنا للمغرب، في الفلاحه مثلا كنديروا 84 مليار ديال الدرهم، هي 8.4 ديال المليار ديال الدولار. يعني الفلاحه وبكل مشاكلها وتعقيداتها، واليد العامله والمزارع والفيرمات وكاع داك الشيء، يلاه والاجهاد المائي، ونصدروا لافوكا، ونصدروا الدلاع، يلا كنديروا 84 مليار ديال الدرهم. يعني 8.4 مليار ديال الدولار ما كنوصلوش للقيمه اللي كيصيفطوها المغاربه المقيمين في الخارج. الفوسفات في احسن السنوات في 2022 درنا فيه 11 مليار ديال الدولار. صناعة السيارات اللي اليوم تعتبر رائدة في المغرب وبكل تعقيداتها وباليد العاملة وبالمستثمرين الخارجيين وبكل ما نفتخر به اليوم، تدير واحد 117 حتى 120 مليار ديال الدرهم بشكل سنوي، يعني متقاربة مع التحويلات ديال المغاربة المقيمين في الخارج. إضافة إلى هذا، المساهمة ديالهم كذلك حتى في السياحة من خارج هذا الشيء اللي تيصيفطوا بشكل مباشر، يعني تحويلات مباشرة حتى في السياحة اللي تنديروا فيها 115 مليار ديال الدرهم. تقريبا واحد الثلث هم السواح اللي هما مغاربه مقيمين بالخارج، اللي كيجوا للمغرب وتيمشيو يساهموا في انعاش ديال الحركه الاقتصاديه والحركه السياحيه في المغرب، وتياخذوا لوطيلات وتياخذوا هذه، وتيساهموا كذلك العمله الصعبه. وبالتالي اليوم المساهمه ديال المغاربه المقيمين في الخارج في الاقتصاد الوطني وفي التنميه في المغرب هي مساهمه اللي هي مساهمه مركزيه، ماشي مساهمه هامشيه، هي مساهمه مركزيه كبيره جدا. المغاربه المقيمين بالخارج، معلومه اخرى اللي تيخص نعرفوها هي ان 20% من الموارد ديال الابناك المغربيه ومن الاحتياطات ديال الابناك المغربيه هي جايه من الفلوس ديال المغاربه المقيمين بالخارج. بالتالي المغاربه المقيمين بالخارج اليوم هما العماد ديال الاقتصاد الوطني، وهما العماد ديال التنميه في المغرب. وهاد المغاربه المقيمين في الخارج راه ما كيستافدوا معنا لا في التعليم، لا في الصحه، لا في الطرقات، لا في المشاريع الكبرى اللي كاينه في المغرب، لا في حتى شي حاجه. وبالتالي هم لا يستفيدون اي شيء من الحركيات التنمويه اللي كاينه في المغرب. والاكثر من هذا، هم الاساس ديال هذه التنميه الاقتصاديه واللي كيعيشها المغرب. بالتالي اليوم هاد المغاربه المقيمين بالخارج، الا كاين شي واحد عنده الحق اليوم في المغرب، هما هاد المغاربه المقيمين بالخارج. بالتالي اليوم شنو هو الحق اللي الخدمات اللي في المقابل خصهم نوفروهم لهم مقابل هاد العمليه التنمويه وهاد المساهمه التنمويه الكبيره اللي كيساهموا في المغرب؟ من حقهم انهم تكون عندهم خدمه قنصليه في المستوى، من حقهم انهم يكون عندهم سفارات اللي في المستوى،
من حقهم انهم تكون عندهم خدمات اللي هي في المستوى، من حقهم انهم من اللي يجيو للمغرب يكون الاستقبال ديالهم في المستوى، من حقهم كذلك انهم يستافدوا من التخفيضات، من حقهم انهم كذلك يستافدوا من كل الاشياء اللي تمكنهم انهم يدوزوا حياه اللي هي او لا عطله اللي هي مزيانه في المغرب، لان هذا اقل شيء. لان ملي كنكون ساهم معاك انا بهذا الشكل الكبير وما كنستافد من حتى شي حاجه، على الاقل ملي كان يدخل للمغرب تيتخاص انه يكون عنده خدمات، يكون عنده مساطر اداريه اللي هي مخففه، لانه هو عنده غير 15 يوم شهر هنا في المغرب. خصو يكون هذه الخدمات الاداريه توفر له في البلدان ديال المهجر ديالو. خاص الاعتناء بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. وبالتالي اليوم المجهودات اللي تتبذل صحيح كاينه مجهودات ولكن هي غير كافيه. خاص اليوم مقابل هذا المجهود ولا هذه المساهمه في التنميه في المغرب خصو تنعكس على الجاليه، لان الجاليه اليوم هي جزء لا يتجزا من المشروع التنموي ديال المغرب. وبالتالي من حقهم تكون عندهم خدمات، ومن حقهم يستافدوا داخل المغرب، ومن حقهم ان نوفروا لهم السبل ديال العيش الكريم في الفتره ديال الاقامه ديالهم، او في الاستثمارات ديالهم، او في المجموعه. نعطيكم انا مثال بسيط جدا فيما يتعلق بالاستثمارات. حنا عندنا مشكل فيما يتعلق بجذب الاستثمارات ديال المغاربه المقيمين بالخارج، انه اقل من 5% من هاد الفلوس اللي تيصيفطوهم المغاربه المقيمين بالخارج تتمشي للاستثمار. علاش؟ لان كاينه مجموعه من المشاكل، كاينه بيروقراطيه، كاين مجموعه. نعطيكم انا مثال بسيط جدا، انه درنا واحد الصندوق سميناه ماروك انفست في 2002 على اساس انه يدعم المشاريع ديال الجاليه المقيمه في الخارج. للاسف الرقم اللي غنقول لكم غيكون صادم، من 2002 ل 2022 هذا الصندوق ما دعمش اكثر من 48 ملف، بما معناه انه كاين اشكال فيما يتعلق بالسياسات الموجهه للمغاربه المقيمين في الخارج. وبالتالي اليوم آن الاوان انه نعرفوا الدور ديال المغاربه المقيمين في الخارج في التنميه ديال البلد، وآن الاوان كذلك انه نحسنوا من الخدمات الموجهه اليهم، وانه اليوم نوفروا لهم الخدمات اللي كتليق بهم كمغاربه المقيمين في الخارج. وراكم شفتوا اليوم ما بقاش من المقبول انه يكون عندنا اشكال في العبور ديال المغاربه المقيمين في الخارج، سواء في الموانئ او في المطارات ديالنا، لانها حشومه. ما يمكنش نبقاو نستمروا بهذا الشكل بحال هكا، وحنا عندنا واحد الجاليه اللي كتساهم معنا بشكل قوي في التنميه ديال البلد.